بس لا دلوقتي ما احنا خلاص عدينا 20/2. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا برضو في رويال. احنا بنقول دايما يا اخوانا استخدامك لاسمده صحيحه بصوره صحيحه، يعني اسمده مش مغشوشه، متوازنه، يعني بتدي النبات كل احتياجه من التغذيه. النهارده 22 فبراير، يعني 22/2 داخلين خلاص على اول 3. ده ميعاد التزهير الطبيعي للبرتقال. خلاص ادي التزهير اهو ما شاء الله زي ما انت شايف اهو ما شاء الله، الله اكبر، طالع في النموات في النورات الحديثه. كل ده تزهير، دي التغذيه الصحيحه اهو. ده اثر استخدام اسمده اليسر للخدمات الزراعيه اهو يا جماعه، عشان تعرفوا بس ليه نتائج التسميد اللي احنا بنقول عليه اللي هو عين اليقين، انك هتشوف النتيجه قدام عينيك اهو. ادي كل ده استخدام اسمده اليسر اهو للخدمات الزراعيه. ايه رايك في التسميد يا حاج؟ ده جميل جدا طبعا. اهو الحاج ممدوح معانا من رويال، طبعا من الشخصيات محببه الينا طبعا في رويال، معروف طبعا في رويال، ربنا يحفظه للجميع اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو. خلاص طيب ايه اللي الفتره دي نخلي بالنا من ايه؟ الفتره دي اخلي بالي من الري. الكارثه اللي ممكن تعمل لي مشكله في التزهير، لسه الحاج ممدوح بيقول لي تزهير بشمس الاوساط، بقول له التزهير الاوساط اسبابه كالاتي، من ضمنها هي الري رقم 1. فتره التزهير فتره حساسه جدا في حياه النبات، لا افراط ولا تفريط، لا اعطش ولا ادي ميه زياده. الفتره دي انا بمثلها بفتره الحمل الاولى عند السيدات اللي هي اول 3 شهور. اول 3 شهور فتره حساسه فوق ما تتخيل. لو انا عطشت الزهر يسقط، لو انا رويت الزهر يسقط، وعايزه النفوخ شغال مع النبات. يعني احنا دلوقتي بنقول فتره التزهير ممكن نروي كل اسبوع وكل 10 ايام. طب جميل، طب افرض لا قدر الله جات موجه حر، تقلبات مناخيه في النص عنيفه، الله، يبقى اصبح كلام محمد عامر كده غلط، يبقى لازم ادي ميه. طب اصبح انا قلت لك لو اروي كل اسبوع وجات موجه صقيع عنيفه، يبقى لازم ابعد الري. الري يا جماعه ما هوش برنامج ثابت خالص. التغذيه اقدر ادي لك برنامج تغذيه، اقدر ادي لك برنامج مكافحه، انما الري لا. الري ده مرتبط بالمناخ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني النهارده شايفين الجو معتم، وبكره ممكن يبقى شمس عنيفه واحنا في شهر 2 وهكذا. فالري عايز تبقى انت في ابديت، حصل موجه حر اتصل عشان محمد اروي ايه؟ هل زي ما احنا اتفقنا ولا ندي ميه؟ اقول لك لا في حر ادي ميه. طب الجو برد، دخل موجه برد عنيفه، ها زي ما احنا على اسبوع ولا نبعد؟ لا نبعد. يبقى فتره التزهير اكتر شيء بيضر النبات في فتره التزهير هو كتر الميه وقله الميه، فتره محيره عايزه حد يعمل بنسميها ايه؟ فلو اب متابعه. يعني تتابع، ارفع سماعه التليفون، ابعت على الواتس، محدش هيتاخر عنك ابدا. بنقول ادي ده تاني اهي نتيجه التغذيه بصوره صحيحه ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. ادي نتيجه اسمده اليسر اهو، كل التزهير اللي حضرتك شايفه ده اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو، وطالع في ميعاده الطبيعي. ده التزهير الطبيعي للموالح. تمام.